ستسعى جاهدة لأن يعود القضاء مرة أخرى ويعود القضاء مرة أخرى قضاء بعيدا كل البعد. شايف أنت الجيش النهاردة؟ الجيش ملوش دعوة النهاردة بالعمل السياسي. لا بيطلع قرارات من الجيش بتعيين محافظ، ولا بيطلع قرار من الجيش مجموعة من الأحزاب يقعدوا معاهم يتفاوض معاهم، ولا يشكل لجنة ولا يعمل. النهاردة الجيش ما شاء الله شغال ومتفرغ للمناورات والتدريب ورفع المستوى واستتباب الامن في منطقه زي سيناء، وبيحقق نجاحات باهره. وانا بحيي الجيش الحقيقه تحيه لا حدود لها، وهو ده دوره الاساسي، وهو ده دوره خلاص، وهو ده اعظم دور، ده مش دوره بس يعني. هو ده رقم واحد، وكلنا نيجي رقم 2 و3 لغايه 10 خلاص. القضاء في مصر محتاج كده، محتاج مجموعه من القضاة يتبوأوا سدة المطالبة بعودة القضاء إلى ثكناتهم مرة أخرى. ثكن القاضي هو المنصة، أشرف مكان في الدنيا، المنصة اللي القاضي قاعد عليها، لا له علاقة بالسياسة، ولا يطلع يقول حديث في جورنال، ولا يطلع في برنامج تلفزيوني، ولا يهدد، ولا يتوعد، ولا يستخدم لغة الشارع. ما ينفعش قاضي يقعد يردح، مفيش حاجة اسمها كده في الدنيا كلها، ما ينفعش. هو في اشرف من اقامه العدل. لابد. انا الحقيقه سبب هذا الكلام اللي بقوله لك ان عدد كبير من القضاة يتصل بيا بخصوص الموضوعات اللي حاصله اليومين دول، والزند والنائب العام ومش عارف ايه والكلام ده كله، ويقولون لي بفم المليان هذا الرجل لا يعبر عنا، نحن ضد هذا الرجل، ونحن ضد هذا المسلك، احنا اناس محترمين نحن، وهم فعلا كذلك. يتأذوا أذى يكاد الواحد فيهم يبكي من كتر ما يعاني بسبب مثل هذه التصريحات. امال مين اللي بيتلم حواليه يا استاذ عصام؟ يعني دلوقتي ما هو احمد الزند بيخرج وبيتكلم، الاقي واقف حواليه عشرات القضاة بيأيدوه، بيجوا منين دول؟ بس القضاة 12,000. يعني اذا كنت انت بتقول عشرات 100 200 مش هو ده المشكل. المشكل ان ال 12,000 دول 90% منهم بيعاني معاناة حقيقية. ال 12,000 دول غالبيتهم العظمى يريدون أن يعيشوا حياتهم القضائية بعيدة عن كل هذه المهاترات. يعني أنا هديك مثال. اتصل بي أحد القضاة من فترة، من في شهر 6، قال لي: هل يجوز، هل يصح أن نادي القضاء يصدر منه هذا الذي صدر؟ قلت له: صدر إيه؟ قال لي: توفيق عكاشة طلع قال علينا إن 20% من القضاة مزورين. قال إيه بقى؟ بص، ما لا يقل عن 20% من القضاة مزورين في 18/6. قلت له: ده كذاب، هذا كلام كذب. إذا كان في قاضي ارتكب جريمة أو قاضي ارتكب مشكلة بيحال وبينتهي الموضوع والقضاء بيطهر نفسه. قال لي: المشكلة مش في ده. قلت له: ما المشكلة في إيه؟ قال لي: المشكلة في مداخلة أحمد الزند، إن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء دخل على توفيق عكاشة، معرفش بقى يقصد في الحلقة دي ولا حلقة بعدها ولا حلقة قبلها، معرفش، يبدو إن في نفس الحلقة. أنت رجل عظيم، أنت رجل محترم، مفيش منك في مصر. الله، يعني هل المستشار الزند يؤمن على ان ما لا يقل عن 20% من القضاة مزورين؟ هل هذا شيء منطقي؟ انا تقدمت بطلب الى رئيس مجلس القضاء الاعلى بالحكايه دي كلها، حكيتها كلها وقلت لرئيس مجلس القضاء الاعلى، قلت له: لازم تاخد موقف. ما هو ما ينفعش تفضل مجلس القضاء الاعلى موجود، هو ده اعلى سلطه قضائيه، وهو الذي يدير شؤون القضاء، وهو الذي يطهر القضاء من داخله. لازم يبقى فيه موقف، يا اما كلام توفيق عكاشة صح مؤيدا من المستشار الزند، يا اما غلط. اسمع بقى الاهم بقى. اتفضل. ان النائب العام قدم له بلاغ في توفيق عكاشة بعد ان قال هذا الكلام ب 24 ساعه. مين اللي قدمه؟ ناس مواطنين. انا والله ما انا، عشان برضو الناس بتقول لك انت بتقدم بلاغات، والله ما انا، اقسم بالله ما انا. منهم احد المحامين اسمه الاستاذ احمد ابو العيله، خلاص. قدم في مكتب النائب العام بتاريخ 18. شوف سبحان الله التاريخ في ذهني. يعني توفيق عكاشة قال ده بتاريخ 16/6، تاريخ 18/6 تقدم ببلاغ احمد ابو العيله الى النائب العام وقال له: انا محامي، انا متأذي من هذا. شوف، محامي هو اللي تقدم ببلاغ، قال له: انا متأذي من هذا، لو سمحت حقق مع توفيق عكاشة. الكلام اللي بيقوله ده عقوبته الحبس الوجوبي، مش غرامه، لا، الحبس الوجوبي، لان اعتداء على سلطه قضائيه. النائب العام لم يحرك ساكنا في البلاغ، راح يسأل: يا سيادة النائب العام، أنت لم تحرك ساكنا. قال له: ودينا نيابة 6 أكتوبر. راح نيابة 6 أكتوبر، دخل على وكيل النيابة سأله، قال له: البلاغ ما اتحركش ليه؟ قال له: ما جالناش تليفون من الرئاسة، البلاغ في طريقه إلى الحفظ. جميل. إذن
خلي بالك 4 شهور القضاة يشتموا هذه الشتائم ويسبوا هذا السباب، وهو غير حقيقي وغير صحيح وكاذب، لان لا يمكن ابدا يبقى في 20% من القضاة مزورين، مستحيله. نعم. خلاص. ولا يتحرك البلاغ اللي يتقدم ضد الدكتور عصام العريان، مع احترامي للاستاذه جيهان، وانا ليا راي في هذا الموضوع، ان الدكتور عصام كان يجب عليه ان يعتذر للاستاذه جيهان، وانا كتبت ده واتصلت بالدكتور عصام وقلت له هذا الكلام. خلاص. واحترامي للاستاذه جيهان وللدكتور عصام العريان، اتقدم البلاغ وسمعت اقوال المبلغه واستدعي المشكو في حقه اللي هو الدكتور عصام العريان، ومستحيل كان كل ده في 48 ساعه، ومش عارف ياجل. الدكتور عصام نفسه قال لي الكلام ده امبارح، قال لي حاولت اجل باي طريقه، ما فيش يوم بالكتير. اذا طب ما انت اتحولت للجنايات، وانا اتحولت للتحقيق ده. انا مش عايز اتكلم على نفسي عشان خاطر ما يبقاش انا اقول لك الحلقه انا شخصيه. اتحولت انت للجنايات. يعني انا عايز اقول عشان بس ما تبقاش حلقه شخصيه. خلاص. انما ازاي بلاغ يتقدم امبارح بتاع شفيق ويحال الى التحقيق بعد 10 دقائق؟ طب انا هكلمك في موضوع شفيق، بس خليني اسالك سؤال يعني الح عليه. بعد ثوره 25 يناير هل القضاء المصري كان داعما للثوره ام كان ضد الثوره؟ وهسمع من حضرتك الاجابه بعد الفاصل. اتفضل. مشاهدينا فاصل قصير نتابع بعدها الوان الطيف، فابقوا معنا. مشاهدينا اهلا بكم من جديد والوان الطيف، مع ضيفي هنا في الاستوديو الاستاذ عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وعضو الجمعيه التاسيسيه لصياغه الدستور. استاذ عصام، كنت بسالك هل القضاء المصري بعد ثوره 25 من يناير انصف الثوره المصريه ام كان ضد الثوره المصريه؟ بس السؤال ده مركب ومهم جدا. اتفضل. الحقيقه وهذه الشهاده لله، انا كنت اجد عشرات القضاه والمستشارين في ميدان التحرير خلال ال 18 يوم، وانا اعرفهم جيدا. نعم. وبعضهم طلع صورته على كوبري قصر النيل في يوم جمعة الغضب، والخراطيم المية بتتجه إليهم وضرب النار عليهم ويسقط جنبهم قتلى، يعني كانوا هيبقوا قتلى وكان هيبقى منهم شهداء. خلاص. فهذا موضوع لا نستطيع المزايدة عليه ولا نستطيع أبدا أن احنا نتكلم. كثيرون منهم كانوا يعانون أكثر مما نعاني قبل الثورة، يعني كانوا يعانون من الظلم والفساد والاستبداد أكثر مننا، بالذات القاضي، لأن الحقيقة اللي فيهم بيبقى عنده مبادئ وقيم، بيبقى صعب جدا يعيش في وسط هذه الحالة من الفساد التي كنا نحياها قبل الثورة. ولذلك كان القابض على أخلاقه وقيمه ودينه كالقابض على الجمر من هؤلاء القضاة، وتحملوا الكثير. النقطة الثالثة أن معظمهم أعطانا أحكام، الحقيقة أحكام تاريخية في بالذات في مجلس الدولة، فيما يتعلق بقضايا زي قضايا الغاز، وقضايا زي قضايا حرس الجامعة، وقضايا زي الحقيقة قضايا تاريخية. يعني كان من الممكن جدا أن يؤثر السلامة ويدي حكم عادي ولا يطول في القضية وخلاص، ويخلع من الموضوع وما يواجهش يعني. وبالتالي فكرة أن القضاء المصري بخير، لا، أنا مع من يقول أن في مجمله القضاء المصري بخير. إنما القصة إيه؟ القصة أن النظام القديم أو النظام البائد حط رجالته في المفاصل في القضاء، يعني في مفاصل قضائية هي دي اللي بتسير العمل القضائي بشكل عام، منظومة العدالة بشكل عام. مفاصل يعني مناصب هامة، بدون الدخول بقى في تفاصيل، مناصب هامة يعني زي المحكمة الدستورية العليا مثلا هنا في بعض الأماكن. كويس. حط فيها رجال، تيجي تبص تبحث في تاريخهم تلاقي ده اصله منظمه شباب تنظيم طليعي، تلاقي اصله انه كان في نيابه امن الدوله العليا طول حياته. مثلا نيابه امن الدوله اللي هي يعني يجي له الشخص من دول او المواطن من دول متعذب ومتكهرب ومتعور ومنفوخ وكل حاجه وكأن شيئا لم يكن، ويحبسه تاني ويمدد حبسه. النائب العام كان كده تقريبا. النائب العام كان في طول حياته في نيابه امن الدوله. لم يتحرك عن نيابه امن الدوله وهكذا. فهي الفكره ان هو استطاع النظام القديم ان هو تمتد ايده داخل هذه المنظومه كما امتدت ايده داخل كل المنظومات، داخل الجامعات، داخل المؤسسات والهيئات، داخل الدنيا كلها. نعم. خلاص. الخارجيه، الداخليه، كلهم هو كان كده. وبالتالي فكره ان القضاء سينصلح حاله وسيتطهر، انا رايي انها مساله وقت، وسيحدث. وانا رايي ان في الأيام القادمة ستشهد يعني المنظومة القضائية ومنظومة العدل حركة من داخل القضاء لن يقدر عليها أحد، ولن يستطيع فاسد أن يوقفها، لأنها هتبقى أقوى من الثورة، لأن من داخل القضاء. قضاة شرفاء مش عاجبهم اللي بيحصل،
شايفين ان هم يجب الا يكونوا طرفا في اي مهاتره من المهاترات، ما يصحش يبقى النهارده وبعدين خلي بالك في مشكله خطيره هم طبعا. ادركوها الحقيقه ومش هيقعوا فيها زي الشرطه. احنا الحقيقه في قبل الثوره كانت دائما بتجري معانا حوارات كثيره جدا 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 مع الشرطه في كثير من المناسبات. كل ما نتقدم بطلب حزب سياسي مثلا يعني يقول لك لا ما انتش موافق. في لجنه الاحزاب السياسيه كان يبقى فيها عضو وزير الداخليه كان بيبقى عضو فيها، فكان دائما المهندس ابو العلا كان دايما له حوارات وله كلام، كان بيبقى فيها مفيد شهاب وصفوت الشريف ومش عارف ايه. كنا دائما بنقول لهم الاتي: انت كجهاز شرطه ما تشتغلش عند الحاكم، اشتغل عند الدوله. لان اذا والله كده في اكثر من لقاء وفي اكثر من حوار، اذا قام الناس عليكم هيموتوكوا، عشان انتوا النهارده بتشتغلوا مسخرين عند الحاكم مش عند الدوله. خليكم بتوع النظام السياسي، حفظ امن النظام، حفظ فقط. امن البلد، مش امن شخص واسره حاكمه. خلاص ما استمعوش لا لينا ولا لغيرنا من العقلاء. نعم. فوجئنا جميعا بمشكله اللي حصلت 25 يناير 28 يناير، وبقت ازمه شديده جدا، وكثير من الضباط شرفاء ومحترمين كانش بيقدر يلبس البدله ويمشي بيها في الشارع. نعم. الحقيقه القضاء الذين احدثك عنهم هم عقلاء القضاة، شايفين انه قد ياتي هذا اليوم. فهم طبعا ما هو كده، ما هو مزيد من الاحتقان اليومي والمخالفات اليوميه، وكل دقيقه مخالفات من مكتب النائب العام ومن القضاء. مستشار، ينفع واحد مستشار يدخل على مذيع بيشتم القضاة هذه الشتيمه ويهين القضاء المصري، يقول له انت اعظم واحد في الدنيا؟ هي دي حصلت في الدنيا كلها؟ ده ما حصلتش. خلاص، فبيكره الشعب المصري في القضاء، بيكره الشعب المصري في قضاته، مع ان طول عمر الشعب المصري مختلف عن كل شعوب الدنيا كلها نظرته الى القضاء. ولذلك فيش في مصر حاجه اسمها بيت المحامي او في حاجه اسمها بيت الدكتور، لا، انما في حاجه اسمها بيت القاضي. عارف انت بيت القاضي اللي في وسط البلد نعم. القاضي. انما ما يقولكش ده بيت الدكتور ولا بيت المحامي ولا بيت الحداد، لما له من قيمه هو بيت القاضي، اقامه العدل، لان هو اعلى حاجه. خلاص، في ناس من مصلحتها انها تهزق القاضي وتهين القاضي، واللي يهين القاضي ويهزق القاضي يدخلوا يمدحوه رغم ان هو قاضي وهو قاضي. كارثه من الكوارث. انا اتصور ان احنا ان شاء الله باذن الله في الفتره القادمه هنعدي دي من داخل القضاء وليس من خارجه. طيب انا هنتقل بحضرتك الى موضوع انا مش عايز يعني اسميه صراع مع الفريق احمد شفيق خاص بحضرتك. حضرتك انتقدت ما تم نشره حول فوز الفريق شفيق، وقلت ان ظل العقيد صامتا طوال 4 أشهر لم يخرج من جيبه اخطر مستند في التاريخ سيغير وجه التاريخ والمنطقة، ولم يخرج هذا المستند إلا بعد الاقتراب من أموال وتمويل شفيق بموجب قرار الكسب غير المشروع. نفس المتقاعد أو المتباعد ظل سنين طويلة صابرا وساكتا عن مشاغبات العبد لله اللي هو حضرتك، إلى أن انفجرت بلوعته بعد 19 مستند حتى الآن تفيد علاقته بأمن الدولة والمخابرات والموساد والCIA، وحضرتك حطت لها CNN كمان. وتعجبت من ظهور هذه المستندات إلا بعد اقتراب الكلبشات من أيدي شفيق بسبب بلاغي ضده. عايز بس حضرتك تفسر لي الموضوع. هو اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انا فوجئت في الاسبوع اللي فات ده بواقعتين. الواقعه الاولى بطلها محامي اسمه خالد البري، الواقعه الثانيه بطلها صبري ياسين اللي حضرتك بتتكلم عليه ده. خالد البري ده مين؟ انا ما اعرفش حاجه اسمها خالد البري. انا فوجئت ببلاغ متقدم فيا انا شخصيا بيقول اني سرقت، استوليت على 600,000 دولار من شركه اسمها اودا المانيه لها علاقه بشركه موبكو في دمياط، عشان اخدهم اديهم للمتضررين من اهالي دمياط، بس انا حطيتهم في جيبي. وقدم البلاغ ده بما ان حضرتك من دمياط يعني. وقدم البلاغ ومضاه للنائب العام وقال انا معايا مستندات ومعايا شيكات اللي بتدل على هذا. ولما قدمه احنا قعدنا نجري، انا شخصيا قعدت كل يوم على الله في مكتب النائب العام اقول له يا فندم مش هتبعت تجيبه بقى تاخد اقواله عشان يقدم مستنداته؟ ما يجاوبنيش. قعدت على كده قد ايه؟ 4 شهور. حضرتك مش هتجيبوه؟ طب حضرتك في الاخر طب لو سمحتوا بقى خدوا اقوالي. فامام الالحاح خدوا اقوالي وبدون ان ياخذوا اقوالي بالشكل وفقا لقانون الاجراءات الجنائيه. هو شغلته ايه العقيد صبري ياسين؟ لا مش صبري ياسين، استنى، انا بتكلم دلوقتي على واحد اسمه خالد البري. خلاص، في الاخر خالص خدوا اقوالي وبعتوا تحريات مباحث الاموال العامه. ما حدش عارف يوصل لواحد اسمه خالد البري، الى ان ضابط مباحث الاموال العامه جابه على التليفون قال له انت مقدم بلاغ وبتقول معاك مستندات. قال له انا ما معيش حاجه. قال له طب انت مقدم البلاغ تعالى. قال له انا ماليش دعوه، ده زميلي اللي مقدمه. قال له طب ايه؟ قال له هو مش احنا تبع حمله شفيق. خلاص، حفظ البلاغ وانا رفعت دعوه تعويض ب 10 مليون جنيه عليه. خلصت. طيب الاسبوع اللي فات
لقينا بلاغ متقدم لمكتب النائب العام اهتم به اهتماما شديدا. بيقول ايه بقى البلاغ؟ ان عصام والبلتاجي وعصام العريان والكتاتني وسيف عبد الفتاح مع حفظ الألقاب ال5 متهمين بموقعة الجمل. احنا اللي قتلنا المتظاهرين في موقعة الجمل. النائب العام اهتم جدا بالبلاغ واحاله الى نيابة شمال القاهرة للتحقيق فيه. ما شاء الله. خلاص. فانا بعت من مكتبي، صورت البلاغ، لقيت ان مقدم البلاغ خالد البري. برضه خالد البري. فبسرعة قدمت طلب للمحامي العام لنيابات شمال القاهرة، قلت له لو سمحت خالد البري ده احنا بندور عليه لما يجي تحفظ عليه. فاختفى خالد البري واتحط البلاغ تحت. ومحدش يعرف عنه حاجة. ومحدش يعرف حاجة، والبلاغ اتحط في الدرج. اذا احنا عندنا ادي اول ايه؟ شخصية. تاني شخصية اسمه صبري ياسين. صبري ياسين ده انا بكلمك اصل للاسف الشديد المفروض اذا كان في ناس بالشكل المستوى العقلي ده والمستوى الاجرامي ده المفروض تقبض عليهم، ما يطلقوش هؤلاء كالمجرمين زي المجرمين اللي بيطلعوا يشتموا في وسائل الاعلام كلها، يشتمونا باي طريقه وخلاص بالاتفاق مع الاعلاميين. المهم ده نبقى نجي لها. احنا عندنا الحاجات دي يعني. خلاص. صبري ياسين ده جه قعد كل يوم يطلع مستند. هو شغلته ايه الاول صبري؟ ما اعرفش، هو بيقول على نفسه عقيد اركان حرب متقاعد صبري مش عارف ايه ياسين كويس. قعد كل يوم يطلع مستند يقول ان فلان الفلاني عليا انا له علاقه هو اللي كان بيعمل كذا في ميدان التحرير ضد الاخوان وضد البرادعي وضد الثوره وضد جمعيه الوطنيه التغيير وضد حركه كفايه وضد كل حاجه. خلاص. كل يوم مستند، كل يوم مستند، 19 مستند كلهم مزورين ومضروبين وخلاص وخلصت القصه. ما عندناش بيسال الكلام ده، وعاملين بلاغ والبلاغ بيخطو خطوات جيده جدا. امبارح فوجئنا جميعا بان في مستند مال النت. المستند ده ان شفيق كسبان بنسبه 58%. بصيت لقيت مين اللي مطلع المستند؟ نفس الشخص اسمه صبري ياسين. برضه. اذا احنا عندنا اثنين الاسبوع اللي خالد البري وصبري ياسين. يعني الحقيقه لو يعني هل يجوز ان واحد زي النائب العام يهتم بمثل هذه البلاغات وياخدها يحقق فيها، وبلاغات حقيقيه مقدمه مننا ومن الناس العاديه والناس اللي حقوقها رايحه تهدر وترمى؟ الحقيقه ده شيء مؤسف جدا جدا جدا. طيب انا عايز برضو يحيى قدري اللي هو رئيس هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق نفى أن يكون هناك حديث دار بين النائب العام وأحمد شفيق حول القضية المتعلقة بأرض جمعية الطيارين، وأضاف أن اللي طرحته حضرتك ما طرحه عصام سلطان حول تدخل النائب العام في القضية لا أساس له من الصحة، وأشار إلى أن جمال وعلاء هما من أبداء رغبة التنازل عن الأرض، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يسمى بسحب الأرض إنما وقف الترخيص أو تنازل المشتري عنها ولا يستطيع أحد أن يسحبها، وأكد أن سحب الأرض منهما كان أمرا وجوبيا عن طريق إدارة جمعية الطيارين، وأكد أن المخالف هو عصام سلطان لأنه لا يعرف صحيح القانون. طيب طبعا الأستاذ يحيى قادر ده راجل محترم أنا بحترمه الحقيقة، وهو أصل تخصصه محاسب ماهوش محامي، بس دي معلومه صغيره كده خلاص. ثم بعد ذلك بس ده رئيس هيئه الدفاع عن الفريق. معلش بقى انا بقول معلومه ما يمكن درس حقوق لا انا بحترمه جدا على فكره، وده مش وحش، ممكن يكون خد الاثنين بعد كده يعني خلاص، بس انا بتكلم على اصل التخصص دائما يعني. وانت عارف انما الرضاع ما انشا العظم وانشا اللحم. الذي لم يتعلم القانون منذ الصغر، اللغه والمنهج القانوني في التفكير ما تمكنش من عقله، وبالتالي اصبح في النهايه مهما تعلم بيبقى هاوي ما بيبقاش محترف. فطبعا انا بعتز برايه وبحبه وبحترمه، الراجل ده بشكل شخصي يعني راجل محترم وانا بحترمه يعني، ولا يقصد طبعا ان انا ما اعرفش صحيح قانوني يعني، لا يقصد اهانه. هو ده تصريح. انا بقول له بس يراجع الكلام اللي انا قلته وهيغير رايه. ايه بقى اللي انا قلته؟ احنا عندنا دلوقتي ارض اسمها ارض الطيارين اهي خلاص. الارض دي حقق مع شفيق وجمال مبارك، وتبين ان هذه الارض سلمت اليهم وبيعت اليهم بطريق التواطؤ والغش، وانه من قبيل الاهدار المالي العام والاضرار العمدي بالمال العام. خلاص؟ طيب مقتضى ده ايه؟ مقتضى الكلام ده ايه؟ ان تسحب الارض. مظبوط ولا مش مظبوط؟ هو بيقول ما فيش حاجه اسمها سحب الارض. لا سيبك منه بقى خلاص، انا بكلمك انت. مقتضى ده ان تسحب، ليه؟ لانه مخالف جمال وعلاء من سنه 95 وفقا لقانون التعاونيات الاسكان ما بناش فيها حاجه، فكان يجب ان تسحب. خلاص؟ طيب ماذا حدث؟ الملف ده راح المحكمه، والمحكمه بدات تنظر القضيه وبدات تسمع الدفاع وبدات تسمع في جلسه، في اول جلسه. بعد اول جلسه النائب العام من تلقاء نفسه بدون دعوه وبدون شيء بطلب متقدم من محامي علاء وجمال. علاء وجمال قالوا له ايه؟ احنا عايزين نتنازل عن الارض. خلاص؟
فالنائب العام لما راح قال لهم خلاص، راح جاب ملف الارض وقال لهم ايه؟ تعالوا عشان تتنازلوا. الغريب بقى في الموضوع الاتي، حاجه غريبه جدا محدش هيصدقها. يعني النائب العام هو اللي قال لهم كده؟ ما هو قدم له طلب من فريد الديب محامي علاء وجمال ان هم عايزين يتنازلوا. فالنائب العام قال لهم تعالوا تنازلوا. فوجئ النائب العام هو بيفتح الملف ان هو نفسه سبق وان اصدر قرارا بحظر التصرف ومنعهم من التصرف في الارض دي. اذا الارض دي خلي بالك يا استاذ شريف فيها حاجتين، فيها انها يجب ان تسحب، وفيها ان قرار سابق صدر بشانها بمنعهم من التصرف فيها. يعني ما يحقش يوم يتنازلوا خالص. قال لهم ومع هذا انا لا هعمل نفسي مانيش شايف القضيه دي، وهعمل نفسي مانيش شايف القرار بتاعي، وتعالوا تنازلوا، ومكنهم من التنازل. طيب ايه الفرق بقى بين ده وبين ده؟ كونوا مكنهم من التنازل يعني ايه؟ يعني اعتبرهم مالكين صحيحين، مالك حقيقي. انت اخي شوف لما تتنازل عن القلم اللي في جيبك ده يبقى ده معناه انه بتاعك. انما لما انا اجي اقول الحقوا ده في قلم مسروق في جيب فلان، والنيابه تيجي وتعاين وتضبط، ما ينفعش انت تيجي تقول ايه طب زي بعض انا هتنازل عن قلم. انت هتتنازل عن مسروق؟ ده انت يعني هم سارقين الارض دي، يعني هم سارقين الارض، يبقى بيتنازلوا عن مسروق. النائب العام مكن علاء وجمال من التنازل عما سبق وان سرقاه. نشال في اتوبيس سرق محفظه، رحنا القسم قلنا يا عم اعمل له قضيه ودخله الحبس. قام النشال قال طب بصوا بقى انا هتنازل لكم هتنازل عن المحفظه، هتكرم واتنازل عن المحفظه. هو ده اللي حصل بالظبط امام الاسم اللي هو النائب العام. قبل ما اختم مع حضرتك، دلوقتي كان في مؤتمر عن اعلان تاسيس جبهه وطنيه لدستور يعبر عن المصريين. كان المفترض ان يحضر فيه السيد حمدين صباحي والسيد محمد البرادعي. السيد محمد البرادعي ما حضرش. هم بيطالبوا بدستور يعبر عن المصريين. امال اللي انتم بتعملوه في الجمعيه التاسيسيه ايه؟ بص حضرتك انا هقول لك حاجه. هو المؤتمر برضو يعني انتهى بشويه تجاذبات انا سمعت ان في حصل والكلام ده مش عارفين ايه اللي حصل بعد كده، التراشق بالالفاظ نعم. وبالايدي وحاجات. اتمنى ان ده ما يكونش حصل، واتمنى ان مش متاكدين ان حصل حاجه حصلت حاجه بالايدي يعني. بص حضرتك انا عايز اقول لك حاجه. هو الحقيقه للاسف الشديد في ناس مش واخده بالها هي بتعمل ايه ومش واخده بالها هي عايزه ايه. احنا عندنا مصر صدر فيها عده دساتير قبل كده. كل الدساتير التي صدرت قبل ذلك كان تشكيلها بإرادة من الملك أو الحاكم. احنا كان عندنا دستور 23 ده صدر بإرادة الملك، هو اللي عين لجنة ال30. اللي كانت لجنة الأشقياء. خلاص. في 54 كان في مشروع دستور بقرار من جمال عبد الناصر منفرد. في 56 الدستور كان بقرار منفرد من جمال عبد الناصر. 71 قرار منفرد من أنور السادات في تشكيل اللجنة. خلاص. كل هؤلاء لم يعترضوا على كل هذا التشكيل وأشادوا به وقالوا إن الدستور ما حصلش. خلاص ده خليه، مع انه كان بيدي سلطات الهيه للملك، وكان بيحل البرلمان وكان بيدي سلطات ايضا طبعا سلطات فرعونيه لجمال عبد الناصر وسلطات فرعونيه لانور السادات. وبالتالي فكره ان انتخاب جمعيه تاسيسيه مكونه من 100 اخواننا الافاضل دول مش قادرين يهضموها، لان هم حتى الان غير مؤمنين بالديمقراطيه، غير مقتنعين بفكره الديمقراطيه. هم مقتنعين بحاجه واحده، يا الملك يطلع قرار بتشكيل اللجنه، يا الرئيس يطلع قرار بتشكيل اللجنه. ده الحاجه الوحيده اللي هم مقتنعين بيها. لان انت عندك دي كانت الحقبه الليبراليه بتاع سنه 23 الملك طلع فيها قرار، والحقبه الناصريه عبد الناصر طلع فيها قرار، والحقبه الساداتيه السادات طلع فيها قرار. اذا هذا هو الطريق الوحيد الذي يفهمونه. انما فكره ان تبقى في اراده شعبيه تنتخب اعضاء مجلس الشعب وشورى، واعضاء الشعب والشورى ينتخبوا لجنه 100، مش هاضمينها لغايه النهارده. ولذلك مش عايزين يبصوا في المنتج. امال هم عايزين ايه؟ هم مش عايزين يبصوا في المنتج، هم بيبصوا في الشكل. لو انت جبت لهم رئيس يطلع قرار بتشكيل اللجنه 100 ولا 30 ولا 40 هيوافقوا، واحنا لا يمكن هنوافق على هذا. مستحيل نوافق على يعني هذا. البديل ايه يا استاذ عصام؟ لا البديل من وجهه نظرهم لا البديل من وجهه نظرهم لازم نهد جمعيه الدستور. يعني يظل الفراغ التشريعي والرقابي والدستوري والقانوني الموجود، وبعدين هنروح فين؟ ما هي دي فكره ايه؟ فكره فيها لخ فيها. ان انا كنت قاب قوسين او ادنى من ان اكون رئيسا للجمهوريه، وبما اني ما بقتش يبقى انا مش ههني رئاسه الجمهوريه ولا هسمح بان تنجح هذه التجربه وان تعبر الطريق. هدعم اي مظاهره فئويه، هروح لو ما فيش مظاهره فئويه هخلق مظاهره فئويه ان شاء الله اديهم فلوس عشان ينزلوا. اذا في اعمال عنف او اعمال بلطجه
اعلام هوجهه بكل ما استطيع من قوه، دستور وجمعيه دستور هحاول اهدمها بكل ما استطيع من قوه، محاوله للتاثير على القضاء عن طريق بعض الذين كانوا ينتسبون الى التنظيمات بتاعتي، ثم بعد ذلك التحقوا بالقضاء. انت عارف طبعا المستشاره تهاني الجبالي كانت عضو في المكتب السياسي للحزب الناصري. دي معلومه انت تعرفها ولا ما تعرفها؟ وكانت لا انا اول مره اعرفها، بس لا هي كانت محاميه وكانت عضو في المكتب السياسي او في الهيئه العليا في الحزب الناصري، ثم بعد ذلك صدر لها قرار بتعيينها في المحكمه الدستوريه العليا، فتركت المحاماه وتركت الحزب الناصري ولم تترك افكارها. طيب الجمعيات التأسيسية ستستمر؟ ان شاء الله ستستمر وتنتج دستور يليق بينا. بص هقول لك حاجه، الجمعيات التأسيسية هتستمر وهنستكمل اعمالنا باذن الله، وهنطرح الدستور باذن الله على المواطنين، وسوف يكون دستور غير مسبوق لا في مجال الحريات ولا في الحقوق والواجبات ولا في السلطات ولا في يكون غير مسبوق في تاريخ مصر وفي المنطقه، وسوف نستكمل مشوارنا باذن الله، وسوف نبني دولتنا ولن نلوي على احد باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو الجمعيات التأسيسية لصياغة الدستور، اشكرك شكرا جزيلا. كما اشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، في امان الله.